بدأنا. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم حبايبنا الكرام متابعين قناتكم أرانب الخير، دايما بتدونا الأمل. نحبكم في الله، جزاكم الله كل خير. أبطال اليوتيوب، أبطال التليجرام، أبطال البث المباشر. معكم سامر خالد، مؤسس مزارع الخير وعلف الخير وعلف الشيخ سامر بتقنية النانو تكنولوجي أحمر وأصفر. جزاكم الله كل خير، ربنا يدوم بينا المعروف. عندك يوم الجمعه ده السوق بتيجي تاخد منه اللي انت عايزه، يوم الاحد بتحجز القاهره، خط القاهره الجيزه بنها، العربيه بتطلع على الدائري تاخد اللي انت عايزه. رقم الحجز 010 64 61 9771. يا ريت الناس اللي عنده ارنبه بتولد ومش عارف ايه خف عني الكلام شويه، ان انا راجل تعبان فعلا على قد ما انا قادر بحاول اتعامل معاكم. يا ريت يا جماعه عندك تليجرام تواصل عليه، ممنوع حد يطلبني الا في الشغل فقط على التليفون لو سمحت عشان محدش يزعل مني، لان فعلا انا مستهلك، صوتي ما عادش فيه. فيا ريت على قد ما انا قادر كده يا جماعه بالراحه علينا شويه. طبعا انتوا فاكرين المكان ده، فاكرين ده الراجل الطيب ده. انا سعيد جدا. الكلام ده بقى له حوالي 3 شهور ولا 3 شهور جينا هنا، وفاكرين انتوا لما ركبنا السلكات. طبعا محمود توكيلنا في مدينه كفر الشيخ. قول رقمك يا محمود. 010 922 76 998. طبعا احنا انتوا فاكرين هنا كان في فيديو لمحمود ما شاء الله، كان واخد هو مننا 20 وطلع انتاج بسم الله ما شاء الله، الخير والامهات والجمال والحلاوه. كنا احنا فاكر احنا لما نصبنا السلكات دي يا محمود، وقلت لك واحده هنا وواحده هنا، وانت ركبت المشمع اهو ما شاء الله. ما شاء الله يا جماعه، لكل مجتهد نصيب. تعالوا ما نفرجكم بقى كده على الفطام. طبعا محمود شغال بعلف. احنا الاول كده العلف وصل بره، تعالى ما نشوف العلف بره. العلف وصل اهو يا جماعه برضو. هنا محمود عنده كل حاجه. نقول الاول ونفرجكم على الارانب بقى وازاي اشتغل وازاي. طبعا ده الاخ سامح ربنا يبارك فيه، ان شاء الله يبقى توكيلنا فين يا سامح؟ فطور غربيه ان شاء الله. الاخ سامح هيبقى توكيلنا في قطور غربيه. هو وصل اهو ما شاء الله، وسامح خد منه ما عنده الاصفر والاحمر، ربنا يبارك فيه، عنده العلف الاصفر والاحمر. طيب تعالى بقى ما نشوف الفطام ونشوف الشغل. محمود اشتغل كمبتدئ بقاله 3 شهور، عمل ايه في ال3 شهور؟ المكان ده انتوا شفتوه قبل كده طبعا. ده الشكاره بتاعتنا اللهم لك الحمد. الشكاره دي ب6 جنيه ونص فاضيه دلوقتي يا محمود، خلي بقى عينها. حافظ عليها. شايفين يا جماعه الخير؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. نبتدي كده، عنده شويه حلويات كده ان شاء الله. شايف الارنب مفيش انتفاخ ظهر، اللهم لك الحمد. بعت يا محمود ولا لسه؟ شغال الحمد لله، شغال ما شاء الله يا جماعه. شايفين الارنب واد ملوش حل يعني، 3 شهور بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له. حاجات صغيره اهي لسه في هنا، عنده هنا برضو في هنا حاجه ولا مفيش؟ لا لسه كله فوق. طيب دي برضو لسه هتولد، ودي والده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بس خد بالك عشان خاطر شرس. على مين يا حبيبي؟ انا بابا، الكلام ده مش معايا ما شاء الله. شويه بابيونات حلوين عمان، ربنا يبارك فيك يا محمود، ربنا يجازيك. شايفين الفطام؟ طبعا هو الارنب جعان اهو، انا مبسوط جدا ان شاء الله. شايفين الخير يا جماعه؟ شايفين الخير اللي في اللي عند محمود ما شاء الله، يعني لسه بادئ. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. خير اهو يا جماعه، بس حاول تخفهم شويه يا محمود. ماشي يعني، خلوهم 7 كده ولا حاجه، بلاش العدد الكبير قوي ده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيده ويبارك. السلكات جديده، الارنب جديد، الحيط شويه ده هم حلوين اهم يا جماعه. طيب ايه اللي انت عملته بقى كراجل مبتدئ؟ تعالى انت يا العسل، انت ايه الجمال ده؟ الجمال والحلاوه دي بسم الله ما شاء الله. والله حاجه تفرح يا جدعان، والله حاجه تفرح بسم الله. شايفين الفطام وحلاوته؟ شايفين الارنب وحلاوته يا جماعه؟ حاجه انت مبسوط يا محمود؟ اكيد طبعا مبسوط ان انت اشتغلت في الشغله دي؟ طبعا لما طلع العلف حلو معاك؟ خير ما شاء الله زي ده. طيب ايه اللي انت عملته يا محمود كمبتدئ؟ انت بقالك 3 شهور بتربي ارانب، بس 3 شهور بس. اللي هي 3 شهور اللي هم اصعب 3 شهور. عديتهم ازاي؟ عديتهم ازاي واحنا بنتكلم كده ونتفرج؟ شايفين الامهات؟ شايفين الفطام؟ الله اكبر. شايفين الفطام في كل مكان يا جماعه؟ شايفين المسطره نظيفه؟ شايف دول بدا يطلع سلالات طبعا، بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه يا جماعه؟ شايفين الحته العسل دي؟ الله اكبر. شايف الظهر ان شاء الله؟ ايه الجمال ده يا حوده؟ ايه الجمال ده ان شاء الله عليه؟ جميله قوي يا محمود والله، ان شاء الله ما شاء الله. الحته دي جميله قوي يا جماعه،
نشوفها ذكر ولا انتهى؟ ذكر ولا انتهى دي؟ انتهى ده عسل. انتهى دي تخليها ليك ده ولا ايه؟ ان شاء الله. انت يا ابن الايه حوده. ان شاء الله جميله قوي قوي يا جماعه، جميله. الله يكرمك، جميله، ارنبه حلوه بسم الله ما شاء الله. لا وتعالى كده ظهرها حلو ان شاء الله. دي تطلع سلاله بقى. يعني الفرق يعني ايه؟ الفرق بين الارنب السلاله اللي انت هتختاره سلاله، شوف دي عارضه ازاي يا محمود، تعالى جنبي نحود. يعني شوف انت ايه دي عارضه ازاي من صغرها، ماليه مركزها كده، صح ولا لا؟ ما شاء الله. يعني هي ارنب مثلا ممكن نجيب، لا دي حلوه برضه. يعني انا لا دي مش حلوه قوي، هتاخد وقتها بس هي كشاسيه عريضه عايزه تملى شويه. لكن دي الله يعني الفرق بين الايه باين. باين بين دي. يعني ده الله اكبر من صغرها كده. دي ما شاء الله هنعتمد عليها، الله اكبر عليها. يعني شايفين الخير يا جماعه، الله اكبر. يعني احنا بنتكلم في 3 شهور عسل النتايه دي، ربنا يبارك له. تعالى اما نشوف الباقي. طيب كلمني، عملت ايه؟ ايه الصعاب؟ عملت ايه؟ عرفنا. قال لا ده في حتتين موت هنا اهو. اهم حاجه النظافه. الارنب عاوز نظافه وتهويه وعلف. وعلف طبعا، ده اهم حاجه العلف. ما هو انت هتبني عليه. العلف كويس. وانت شغال بعلف ايه؟ شغال ما شاء الله عليه. تعرفش انت يا مبتدئ تعمل زي محمود؟ طب ما محمود من 3 شهور والفيديو على القناه احنا جينا هنا كانت الحته دي فاضيه خالص، صح يا عمرو؟ وجينا عملنا له الشغل واستفنا له ما شاء الله. بدأ عامل شغل حلو اول، عمل حاجته ما شاء الله، عامل شغل مبسوط. شوف الحاجه نظيفه ازاي والحاجه جميله ازاي والشغل. شوف العسل ده، العسليه دي. الله اكبر يا محمود. ايه الظهر ده؟ الله اكبر من غير حسد يا ابني ما شاء الله. ايه ده؟ تسليله نار. ايه ده يا ابني الجمال ده؟ الله اكبر الله اكبر. ده الحتتين دول يستاهلوا تقول لهم فلوس يا محمود. والله. الذكر وانتهى دول ولا انتهيتين ولا ايه؟ ذكرين. ده ذكر. انتهى. ده انتهى. نتايه. لا ده ذكر، ده باين عليه. جمال قوي جمال قوي. يا ريت يا اخي رب لك سلكه والله هتتمنى. يعني انا عايزك تنصح الشباب. ده ذكر، ده ابن الذين ده ما شاء الله. ده الخصيتين طلعوا ما شاء الله. ذكر ولد ما شاء الله باذن الله. ده هيفضل عندنا. مش ما احنا ده اللي احنا بنقوله. تعال. لا بس ظهرهم حلو قوي يا محمود. ده علف ونظافه يا محمود على فكره. الحمد لله. علف ونظافه بسم الله ما شاء الله. توفيق لكل ما شاء الله. شوف الظهر، الحته البيضاء دي. شوف ارنب شاسيه وعريض. امهم حنينه جدا. امال ايه؟ انا سايبهم عشان خاطر هم احنا. انت بتكبر من مشروعك. اصعب حاجه قابلتك ولا تجيب لي جوزين امري من دول هنا اعمل لك فضيحه. ما انتش بعت لك علف عشان تبقى عارف. جوزين شغالين يبسطوني، يبيضهم ولونهم حلو اصفر كده، حاجات حلوه من دي. عنده امر يا جماعه، وانا بحب الامر قوي، بس انا يعني ما بطلبش الا من حد. ان شاء الله برضو في هنا ده ذكر طبعا من غير ما اشوفه. ده ذكر طبعا، ده ذكر عسليه ده. خد يالا امال ايه يا عم الحاج؟ متعه. تعالى عسل. الله يا الله. اما امسك الذكر والاقي ظهره حلو كده. الله ما شاء الله. ده لسه عيل. ده لما يكبر بطلعه معايا بره بسميه بندق. ده بندق مش كده؟ لا عنده بندق كبير. ده ابوه. لا ده الوحش اللي انت واخده مني. ده الوحش ده ما شاء الله. لا احنا الكرة عندنا دي بتاعتنا. ده ذكر بسم الله ما شاء الله، وكف رجل عريض. والله العظيم 3 شغلة الارانب بتفرح يا جماعة. انتوا عارفين احنا على انا كتاجر. يعني محمود دون خد في اول الشغل 2 طن علف و20 ما شاء الله وشوية سلكات. ما سبتوش يعني ما انا جاي له تاني. ما هو احنا ما بنبيعش وبنستخبى مثلا وكسبنا منه مثلا وجرينا وخلاص وما عرفكش. لا احنا مع بعض. يعني انت فاهمني ازاي لحد ما تقف على رجلك. دي مزرعتي انا اللي مؤسسها. لما محمود ده ينجح يا جماعه ده شرف ليه وفرحه. انا بفرح بالشباب اللي طالع. بقول لك المكان ده كان فاضي وانتوا شفتوه. احنا لسه بنعمل. شايفين الخير والامهات اللي موجوده يا جماعه في كل مكان. شايفين شايفين الخير.
شايفين الامهات بسم الله ما شاء الله، شايفين الخير معاها كام، وفي هنا كده واحد اهو كان معاه 6 واحد كبر ما شاء الله. كبر يعني ماشي. ما تستعجلش بقى، اللي بيكبر بطلعه فوق. وان شاء الله في خير هنا برضه يا جماعه ان شاء الله. ده الذكر اللي كنت واخده مننا؟ لا ده نهو ده جاي من بره. نهو بندق ده جاي من بره. نهو بقى اللي ذكر انت ماتهم. العملاق اهو العملاق. ما شاء الله وحش. بس والذكر دوت انا اقوله عند حضرتك برضه. ان شاء الله ما شاء الله. عايز تروق شويه؟ عاوز تروق. لا عايز تروق جامد. ايوه لا انت سايبه كده في اهمال، ما يهمش. يلا روقه باذن الله. روقه برضه الذكر ده حلو ان شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيه. وفي هنا في نوتي مطلع برضه احلال اهو يا جماعه. في نوتي هو انا عنده نوتي طالعه، في نوتي فوق طالعه بسم الله ما شاء الله. في الخير في كل مكان ان شاء الله عقبال ما تكمل المكان ده كله يا جماعه باذن الله. فتربيه الارنب جميله قوي يا جماعه. يعني محمود ده بيته، وده مثلا جراج تحت البيت، عمل فيه مزرعه، عمل فيه مكان بيبيع فيه بقوليات، وبيبيع فيه علف الشيخ سامر، وبيبيع فيه فراخ، وبيبيع فيه اي حاجه انت عايزها ما شاء الله. وزي ما قلت لكم فاكرين المره اللي فاتت محمود مهتم لكل مجتهد نصيب. فيه الشفاط بتاعه شغال اهو يا جماعه ما شاء الله ربنا يبارك له. في هنا فلتر قلت لك قبل كده، فلتر عامل فلتر للميه عشان يهتم بالارانب، مش يروح يعمل لي ميه معين وميه تعبانه ما شاء الله. مكان محترم بيهتم عنده بالنظافه ربنا يبارك فيه. فانا سعيد بيك يا محمود في خلال 3 شهور. بس عايزك تقول لي برضو اصعب حاجه قابلتك ايه يا محمود؟ اصعب حاجه؟ الحمد لله ما كانش في حاجه صعبه. توفيق من ربنا. توفيق من ربنا. بس هي عاوزه عشان انت حابب يا محمود. الارنب عاوزه اللي انت تجتهد بس. وهي بتحبها. او تكون بتحبها اكيد. بتحبها عشان ما تتعبش. عشان ما تتعبش. لان النظافه للارنب هي اللي اهم حاجه. لا هو بصراحه لا بصراحه في نظافه. ايه دي شيء ده مطلع تتار. خلي بالك ده ايه؟ تقول لي ده لا دول من ابوهم. من ابوهم ما شاء الله. ما هيطلعوا حجمهم حلو دول ما شاء الله. ده ما شاء الله ما شاء الله. حتى الالوانات يعني تحب توفق الوانات ما شاء الله. لا بس في كام حته اللي ورا دول برضو الكبار دول الله اكبر عليهم بسم الله ما شاء الله. فيا ريت يا حبيبي يعني احنا ما بنضحكش عليك ولا احنا عايزين حاجه والله يا ابني. احنا عايزينك تنجح ويبقى في خير عندك كده، ويبقى في رزق عندك. الفرق بين قلنا لك الفرق بين السلاله الارنب السلاله وعشان تطلعه من صغره كده بيبقى الارنب فايق وحلو كده ويبقى عافي كده وانت حبه كده وياكل ويشرب وما تعرضش الامراض. يعني الارنب مثلا ما دخلش عليه جرب، ما دخلش عليه كوكسيديا كوليستريديا. الارنب طالع سالك من يومه كده. فالارنب اللي طالع سالك من يومه ده انت بتبقى مركز معاه، فبتخليه لك ربنا يرزقك منه ام تلقح منها وتطلع لك خير ما شاء الله. عنده 30 10 و9 11 شغال يعني ايه. هم كلهم ما شاء الله جابوا كلهم ورا بعض ما شاء الله. ايوه الخير والله الخير اهو ما شاء الله. تعالى كده يا عمرو ما شاء الله في خير. ده في هنا وش الاسد ده ولا ايه؟ لا ده هارلي كوين برضو على ما شاء الله حاجه يعني متعة بصراحة. ايه جميل. فراخ يا ابو فراخ. بالثابت انا عارف بالثابت لا هي عطتنا ايش مهم ربنا يبارك فيها. ربنا خير هنا ما شاء الله. في نوتي هنا برضو هنا كمان عيان ان شاء الله. في نوتي هنا عيان ما شاء الله. وفي نوتي في الاخر ان شاء الله. يعني الله يصلح حالك يا محمود. في 3 شهور يا محمود انجاز عظيم. الحمد لله. لا بجد والله يعني انجاز عظيم. في ناس بتقعد بعد سنه يقول لك اعالج الجرب ازاي يا شيخ سامي؟ يا عم حرام عليك يعني انت بقالك سنه بتربي ومش عارف. جالي يعني والحمد لله لازم يجي وبيجي تاني ويعالج وبيجي تاني. مش هنخلص بس الميزه هنا في ايه؟ يجي في حته وعالجها مش في القطيع. ايوه صح يعني فاهم يعني حته وأقوم مسيطر عليها ورش واحرق وبتاع ومش عارف ايه. فانت عندك الانبوبه عندك كل حاجه فاهمني ازاي وبشبوري وكل حاجه. فده اللي انا بتكلم فيها حبايبي. تربيه الارنب ممتعه جدا، تربيه رائعه جدا. مكان كان فاضي محمود استثمره. وبعدين محمود عرفت ان هو ينجح ليه. اقول لكم عرفت ان هو ينجح ليه. وخلي بالكم هو مش تخمين ولا انا بعرف الغيب، لا هي خبره سنين. واحكي لك واقول لك في موجز
في واحد يطلبك الشيخ سامر، عندي مكان والله بس مانيش عارف اعمل ايه، انا خايف يا ربي، طب اعمل ايه؟ طب اقول له شوف الفيديوهات شويه اسبوع كده وتعلم من على القناه وتعالى وبقى كلمني تكون خدت خبره شويه. لا انا عايزك تحكي لي انت. اقول له حبيبي مش هينفع، بعد اسبوع بكلمني، فبيزعل. ليه؟ انا بمشيه اصلا. ليه؟ الشخصيه اللي زي ده محمود انا عارف ان هو مش هيمشي معايا. ليه؟ اصل خبره، ما انا كل يوم بتكلم في التليفون 1000 مره، ما انا بموت اصلا، التليفون ده يموتني. وفي اول دقره هيقوم جاي سايب لا مش. لكن محمود شيخ سامر انا تابعتك، بعت لك فلوس على الكاش، انا عايز ابقى توكيل لك، انا بجهز مكاني قدامي يوم كذا. فلما لقيت انا فاكر يا محمود انا لما نفسك شويه عشان فلقيت محمود بيقول لي ده انا قدامي لسه شهر باين، فاكر او 15 يوم او لسه. قلت له 15 يوم ليه يا ابني؟ اخلص يا ابني، اخلص يا ابني، انت لسه انت قلبك حامي. قال لي يلا يا شيخ سامر يلا، وقام جاي. فايه اللي قلبه ميت واللي داخل في الحاجه بقوه ده انت لازم تساعده وتقف جنبه، وانت بتبص له، يعني انت بتبص له برضه، بتشوف مصلحته فين على قد ما انت قادر. انت كنت واخد الثلاجه دي بكام؟ ب 1800 ب 1550 لا 550 دلوقتي ب 2000 جنيه. ايوه الحمد لله الحمد لله. رزقك بقى والله 1980 دلوقتي مفيش فيها كلام. رزقك في الارنبه بقت ب 350. ايوه الحمد لله. الله يصلح حالك، انت خدت 2 طن انت في الرخص. ما هم في الرخص دول بقى اللي نفعونا دلوقتي. في الوقت خدت انت 2 طن، انت كنت واخد الخير ده ما شاء الله. طيب بس بقول لك على في الشيخ سامر وحش ايه يا عم، واحنا ملحقين؟ لا هو انا ما بترسمش، هو انا لا يا جدع اسكت يا عم، احنا علفنا وحش وانا مبسوط، انت زعلان ليه؟ ايه المشكله يعني؟ فاتحين بيوت ناس يا جماعه، لازم نتحارب، فاتحين بيوت ناس. اخ زي محمود ده ما كانش يعرف حاجه. مظبوط، انا داخل الارنب ما اعرفش حاجه ومتهشم في ربنا وراح للشيخ سامر طب انا عايز اقول لكم على حاجه، مش دايما بيقولوا الارنب حجه؟ الارنب حجه للتواصل والرحمه. هل الراجل ده بقى عدوي ولا حبيبي ولا اخويا؟ لا اخوك الصغير. يبقى الارنب عمل ايه؟ ايوه وصل ما بيننا وفي بيننا رحمه. مزبوط. ما ضحكتش عليك ولا نصبت عليك يا ابني ولا حاول. ايوه انا بكسب، ما انت لازم تكسب. أيوة وانا بكسب المكسب ده وارد ده وارد. ما انا لو بعت فجل هكسب، ما هو لازم اكسب، ما انا اعيش منين؟ ما انا شيء، بس مش هو ده المعيار. الاخوه في الله وترحم واحد زي ده. كان عندك ارنبين عملاق ولا بتاع، قلت له بس خدهم، هو مش عارف، يقول لي لا، قلت له بس خدهم ما يهمش، هينفعك، ما هو مش عارف. ما هو كلمه خد بتبقى وحشه وانت ايوه بس يبقى تعرف ده. وما شاء الله وكسبت فيهم الحمد لله رب العالمين. انا مش الدنيا ماشيه الحمد لله. بتبص برضو واحد زي ده متعشم فيك، مفيش مشكله. تربيه الارنب جميله قوي يا جماعه، بتخلي الناس كلها تقرب من بعضها، مش عامله زي تربيه الفراخ بتمضي شيكات وتروح والناس بتمحط في بعض وتضرب بعض وتشتكي بعض. تربيه الارانب دي بتاعت البشوات، نزاهه. يا عم ابهار يا عم الارنب ده انا اقعد قدامه كده بالساعه اتفرج واتمتع. ما شاء الله اتمتع. اشوف خلاص اتضرب بالارنب. كل سنه وانت 3 شهور بس يا شيخ سامر. الله. ده دي سنامي دي حته جميله ما شاء الله. البطن قلبه يا ابني. بتجيب اي حاجه. ما تجيش تقول لي سلاله بقى او نوع معين. لا هي الام بتجيب كل حاجه. ارنب نظيف اتعلمت اهو. ما انت كنت الاول بتقول لي ايه؟ عايز سلاله مش عارف دوتش. قلت لي انا عايز دوتش. قلت ايوه حصل. الارنب الحلو خده ما تتكلمش كتير. ما هو انت ما انتش عارف، انا اللي عارف. اصل دوت. طب ما انا اجيب لك 3 4 دوتش يا اخويا تعبانين ولا انت عارف حاجه؟ يبقى انت اشتريت الدوتش ما اشتريتش ارنب. اشتريت الاسم. لكن لما يطلع طب انت ما دي دوتش اهي. ما دوتش ما هو عادي، ما انت ما في دوتش اهو. ما هي ايه المشكله يعني؟ ما انت خدت دوتش برضه. لا يعني عادي يعني، بس ما هي بتولد برضه يعني. ما من اسكندريه مش هنشيل. انا مالي ومال الاسم؟ انا ومال الاسم؟ ما يشغلنيش الاسم يا محمود. بس انت فهمت. طب انا اللي قلت لك عليه قبل ما انت تعرف،
ها لما تيجي تفهم بقى تقول الشيخ سامر ده الله يصلح حاله، ما تعبش، صح ولا لا؟ كنت انا فاهم غلط وهو بيصلح لي او مشي معايا بما يرضي. هو ده ليه؟ لان انا بعاملك على اساس انت مش فاهم وانا اللي فاهم، فربنا يسألني. وكمان شويه انت يا محمود هتفهم بإذن الله. فلما تفهم تقول الراجل ده ما انت فهمت بقى، وتقول الراجل ده مشي معايا بما يرضي الله. مظبوط. صح ولا لا يا محمود؟ صح. حبيبي يا شيخ خلي بقى محمود حاجتك طبعا امال ايه. ايوه يا حبيبي حاجتي طبعا امال ايه. الله يكرمك. سعيد قوي يا جماعه. احنا كنا هنا من 3 شهور، يا ريت مزرعه وفي مكان مثلا 5 في 6 ولا حاجه مزرعه، والراجل بقى لا وساعات مزاج ده واد ملوش حل. تعالى كده واد جاب ثلاجه والريسيفر الشفاط بوتاجاز عايز يطبخ، قاعد بص بيستقتل متعته هنا. يا عم انا يعني مستقتل فيه وفلتر للميه والزبق. وقعدت على بقى المكتب هنا. بص بقى خلاص احنا خلصنا الارانب، تعالى. وطبعا انتوا عارفين هو عامل صرف وعامل شغل حلو. جاب التلفزيون هنا، اللي عايز علاج بيديله ما فيش مشكله. وكان واخد مني شويه علاج وهو جاب علاج اهون ما شاء الله ربنا يبارك له. بيبيع كل حاجه ومسليات ومش عارف ايه، وعامل مركب كاميرات. ولد يعني مش سهل. ومكتب عامل مكتب زي بتاع الشيخ سامر اهو مروق نفسه. عامل مكتب حلو هنا اهون بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له. عنده مرهم الجرب اهو يا جماعه ما شاء الله. والدنيا جميله. برضه بيبيع هنا في فراخ، اللي عايز فراخ رومي ولا عايز بتاع مش عارف ايه. انا بلوم عليه على الكلب ده لان ما بحبش الكلاب ابدا. عنده برضه الفراخ ايام بسم الله ما شاء الله. برضه مجتهد يا جماعه. وعنده قش وعنده مشمع وعنده فرشه عرقوب وعنده علف فراخ وعنده سلك وعنده بطاريه مستعمله وعنده كل حاجه يا جماعه. الله يكرمه الله يرزقه الله يرزقه. لكل مجتهد نصيب. ده الارنب العملاق في مدينه كفر الشيخ. ربنا عنده اليود يا جماعه، عنده كل حاجه. عايز منه حاجه هيساعدك. ليه بقى؟ ما انت سنه حسنه فلا اجره اجر من عمل به. الراجل ده احنا عملناه بما يرضي الله، فهو هيبقى نفس المنهج. يعني انت فاهم ازاي؟ هيشتغل مع الناس برضو بما يرضي الله. ما هو اتعلم كده، شاف كده. انت فاهم الفكره؟ فاحنا بنتواتر بقى. يعني انت محمود هنا، ده هنا، ده هنا، فالدنيا بتمشي. ايوه. السلام ورحمه الله وبركاته. حاضر يا ماشي. دي اللي هو عايزه. فخلاص نختم بقى ان شاء الله يا جماعه. ازيك يا حاج؟ ماشي منور. فزي ما انتم شايفين كده يا جماعه المكان ده انتم بتهيألوا شفتم لو من 3 شهور تيجوا تشوفوا الفيديو كنا نزلنا العلف في الحته دي. كان المكان فاضي خالص. محمود عامل صومعه لنفسه عايش فيها جوه. هنا بوابه الارانب بيقفل عليها. هنا المكتب بتاعه ما شاء الله ربنا يرزقه شغال. عايز فك يا ابني؟ ما شاء الله ربنا يوسع عليه. عنده المكان اهو في مدينه كفر الشيخ، المدينه ذات نفسها ان شاء الله في مدينه كفر الشيخ. بقى نقول رقمك بقى معه. طبعا استاذ سامح تعالى كده يا عم سامح. استاذ سامح طبعا ده راجل محترم ان شاء الله. هيبقى توكيل علفنا فين؟ في قطور غربيه. قطور غربيه. قول رقمك كده يا سامح. 010 ايوه 966 55 792. ان شاء الله نجي لك مكانك ان شاء الله. ما هو خد العلف من محمود، وان شاء الله المره الجايه هيجي يبقى توكيل لنا ان شاء الله. لو انت برضو عايز منه حاجه من اللي خدها من محمود خد منه، مالكش دعوه. خد منه على ما يجي ياخد تاني مفيش مشكله ان شاء الله. مفيش مشكله. نورتنا يا عم سامح. وان شاء الله هنجي لك برضو زي محمود كده. وان شاء الله تبتدي انت شفت الفيديو بتاع محمود الاولاني اللي هو اللي كان في لسه ما في ده من 3 شهور يا سامح بس. يعني من 3 شهور بس يا سامح. مش من كتير يعني شوف الدنيا اتغيرت ازاي. لا وبعدين في حوار يعني في حاجات كتير. يعني انت فاهم ازاي؟ في مثلا ناس تيجي تاخد علف، ناس تيجي تاخد ارنب، لا يخش ينظف للارانب، لا يخش يلقح، لا النتايه دي مش عارف ايه. لا يعني البقوليات والحاجه بيبيع كل حاجه اهو يا جماعه. برضه بيبيع كل حاجه. وعنده جزر اهو. ده واد ملوش حل. والله ده فلارس باين ولا بالكم خليط. اكل عصافير ده ايه واكل حمام اهو. سرسه ورده وكل حاجه. ورز بكام يالا؟ ب 20 بس احنا راجل نضيف يعني. وبيض مضرب خفاجه. بيض بدينا بيضتين وانا ماشي ولا وده ايوه في بيضتين ارانب صغيرين اهو. صغيرين دول وترمس. يعني انتوا شفتم اهو شاب
طب انت بقى انا عايز اسالك سؤال، تعالى كده اسال، تعالى جنبي. انت بقى شوف بقى، لو احنا كنا بدأنا مع بعض وانت جيت اتعشمت فيا، تعالى ما جوه في النور هنا. طيب لو انت كنت اتعشمت فيا وجيت دخلت عليا الدخله اللي انت دخلتها دي، وكنت عايز شويه السلكات وعايز شويه الارانب، وقمت انا مديلك شويه ارانب زباله وشويه علف زباله، وما انتش عارف حاجه بقى، ده انت زبون صيدا. ما انا اصطادك في ثانيه وانت عارف حاجه، وبقى راجل بقى مفتري وابيع لك كلمتين. ما هو الناس عايزه من الشيخ سامر الحسنانيه. ليه مش هتاخدهم مني؟ اللي هو انا كلامي حلو وبدلك الحاجه حلوه، لا انا ببقى صعب جدا في التليفون لان مانيش نصاب. انا مش لازمنا اصلا، دور عليا انت، انا فاضلك دور عليا، ما تقعدش ترغي، انا مش فاضلك. واللي عاوز حاجه بيروح لها بيروح لها اتعب. ما هو انا جيت لحضرتك المنصوره، جيت دفعت فلوس، عايز اشتغل. طيب كمان امتى؟ شهر بعد اسبوعين قلت لك جدع تعالى خد حاجتك، انت قاعد بتعمل ايه؟ اخلص صح. اشتغل اسبوعين يفرقوا معاك، تلحق نعمل معاك فيديو تلحق الناس. فتخيل انت بقى محمود، لو انا اصلا بدات معاك ازاي، الا من رحم ربي، زي ما بعض الناس، واحد زي كده جه اداني 5000 جنيه، دخل عليا شيخ سامر انا جاي احجز 5000 جنيه هم، انا عايز مثلا 10 بطاريات، وعايز 20 ولا 30 و10 تجره، وعايز 2 طن علف، وعايز اكل عيش. حتى ياخده ماشي. تخيل بقى لو انا اشتغلتك في الحاجه دي، كنت انت قمت القمه دي؟ لا طبعا، لا ما كانش قام، ما كانش قام. كان يقعد يلبخ، يقعد يعالج في الارانب، وكل يوم يحاسبن عليا، انت فاهمني صح؟ ايوه ما احنا بنشوف ده، احنا ما احنا تعرضنا للكلام ده واحنا صغيرين، واحنا اصغر منه كده كنا بنروح نتبادل. فانا ما اقدرش، انت فاهمني؟ فمش هتاخد مني كل حاجه حلوه، استحاله هيبقى كل حاجه حلوه، صعب جدا. فتتخيل بقى، لا شوف انت بقى عملت معاه ايه، انت زقيته، وفرت عليه، اديته علف حلو عشان ما يتلبخش في العلاجات. ما هو انا مش جايبك فاتح مستشفى. والارانب تنتج وتتلقح وتشتغل، يفرح بالارانب والارانب تشتغل عنده، وراح منه واحده ولا 2 من 20 مش مشكله، اخلص. ما هم ال 18 دول يجيبوا 160 ارنب ولا 120 ارنب، مش حكايه. انت فاهمني ازاي؟ ما هو الخير عنده كتير دلوقتي. يبقى انت بقى ايه، وقف على رجله. يبقى حتى هو لما صرف فلوسه بعد 3 شهور بدأ عنده انتاج، بدأ يبيع، بدأ يحس بالنعمة. وبعد لا، وفي حاجة تانية، اللي خد منه علف بيجي تاني. واللي بياخد منه علف كان عنده، ما قلنا كده سامح، كان عنده 5 6 نوتي. كان استنى، عمل ايه؟ كان بياخد شكارتين في الاسبوع، بقى عنده خلاهم كام؟ 10 نوتي و70 80 حتة فطام. يبقى بقى بياخد كام شكارة؟ ايوه ده ثعلب دي، ماليش حال. بدات بشكاره يا سيدي، ما هو ده بدا معاه بشكاره، ودلوقتي واخد ما شاء الله 12 شكاره ولا 10 شكايه. فهمت الفكره؟ يبقى المكسب للجميع. اللي الجميع، يبقى انا وقفتك على رجلك للجميع. طب الراجل ده من زفت دلوقتي كان بياخد شكاره، دلوقتي عايز يبقى توكيل، ما شاء الله. صح ولا لا؟ اما لقيته انا قلت له ماشي، قلت له انا عايز شكاره اجربها. لا ما بتجربش انا يا حبيبي. قلت له انا عايز شكاره اجربها. حد يقول لك اجربك؟ لا ما تاخدش، ده احنا بنجيبه بالتيله. احنا بشوات تاني مره بشوات. على عينك يا تاجر، ما الحاجه جوه يا ابني، انا جاي لك لغايه عندك يا ابني، وانا خايف من حاجه، وانا مش لسه بطحه هنا يا محمود، انت فاهم؟ هو لو في حاجه كنت طلعني ولا هصور ولا اشوفك تاني، بعت لك بيع وخلعت وفي التليفون، ما فيش الكلام ده. كل رجالتي بروح لها. وبأمانة الله اخر شكاره عندي اهيت، قبل ما تخلص كان انا كلمته امبارح، قال لي انا ما عنديش الا شكارتين، تعالى خد لك واحده وخلي واحده. لا وما شاء الله العلف الاصفر جميل اهو يا جماعه، والعلف الاحمر الاثنين ما شاء الله جمال جدا. ففهمتوا الفكره يا جماعه؟ بنقوم الشباب على قد ما احنا قادرين. كده انت بتكسب، طب ما تكسبهم من الحلال وتساعد شاب زي ده. يشوف هو كان بادئ، ولو شفتوا المكان ما كانش فيه حاجه، ما كانش عارف يعني ايه سلكه تركب، ركبنا له السلكات وقلنا له اتعلم يالا اجري، يالا روح اتعلم من على القناه، يالا
واخلص والجدعن كده، لان انا عارف ان هو جدع وكان معاه واحد صاحبه كويس، بدا يتطور، بدا واحده واحده. وخلي بالكم يا جماعه اللي زي محمود ده مش هتقف على قد كده بس، باذن الله في هتشتغل زياده. بس في زياده. انا متاكد. ليه 3 شهور يا جماعه؟ انتوا شايفين الخير اللي احنا فيه ان شاء الله. اللهم لك الحمد. برضو ابقى انا سعيد بنفسي ان انا قدرت ان انا اقف مع شاب زي ده اتعشم فيا خير. وانتوا عارفين يا جماعه احنا بنتحارب كتير، يعني انتوا عارفين الناس، في ناس كده يعني ملتحي، وبرضو يعني انا مش عارف اللحيه دي على دقن ازاي، او هو ملتحي بيعمل كده ليه، انا ما اعرفش. طبعا حسدا من عند انفسهم، لان طبعا كان شريكي انتوا عارفين يعني ما انا كنت معاك، ما انت اللي طفشتني يعني ما انا كنت معاك وشباب ما بتكلمش، ما طفشت 3 سنين شغل تقول لي 3 سنين شغل تقول لي عليك 50,000 جنيه. احكي ياما عليكم انتوا الاثنين. هو بس ايوه كده. لا هو الشيخ سامر لوحده حلو كده، ما ينفعش، لان انا ليا نظام شغل واللهم لك الحمد يعني. اللهم لك الحمد. فيديو انا سعيد بيه جدا، فرحان بيه جدا، فرحان لمحمود، وكنت واثق ان هو هينجح، وكمان من نجاح لنجاح وتفوق. هل لديك اقوال اخرى يا سامح؟ كتر خير. انت جربت العلف بتاعنا؟ كنت جربته؟ العلب بقالي 3 شهور باكل. لا في اسهالات ولا انت ولا لا ما فيش. طب المره الجايه يبقى في اسهالات. والاصفر يا ربنا يستر. السلام عليكم. السلام عليكم. لا استحالك، الله استحالك يا سامح. الاصفر يعني ما شاء الله انا عملت منه في الفطار. في الفطام بيشد. بيشد اثر معي المده شويه. بيأثر ايوه بيأثر المده شويه. لكن انتفاخ اسهالات استحاله علني اهو. انت دخلت جوه وانا انا ما اعرفش محمود عنده ايه يعني. هو محمود انا جاي له، لا انا جاي له، انا قايل له جاي لك الاثنين اجيب لك شويه العلف وخلاص. هو طلب العلف ما يعرفش انت جاي والله. لا هو عارف. لا هو عارف. لا الشيخ سامر قال لي انا هاجي لك. لا هاجي لك علشان لان كلمته واحده لا لازم اجي والله. انا تعبان ما انا قادر اقف، بس هاجي لك علشان ادعمك لان انا فرحان بيه. يا جماعه مش مساله بيع وشراء برضه، هي البيع والشراء ده ارزاق وكده كده هاخده. انا فرحان ان توكيلي في وطبعا انت عارف زي ما قلت لك مفيش حد يخش عليك في المدينه دي نهائي ان شاء الله، بس انت تسد باذن الله. الجدعن بس الجدعن انت وانت برضه حبيبي ان شاء الله. وكل فضل توجهاتك فضل ربنا حبيبي، فضل ربنا طبعا. امال ايه؟ طيب انت عايز تقول حاجه يا محمود في الفيديو ده او اي حاجه؟ بصراحه الله يكرمك النهارده معايا ومبسوط ان انا بقيت في المستوى ده الحمد لله. لا لسه برضه واللي جاي احسن باذن الله. لسه انا عايز المره الجايه الاقي سلالات ارانب، وعايز الناس تبقى هنا. انا جاي لك متاخر معلش، وعايز الناس تبقى زحمه عندك هنا ويبقى في شغل مش وعايز ما اقعدش معاك، مش عارف اتكلم معاك باذن الله. والله من كتر الشغل. ما انا ايوه كده عايزين نبقى الشيخ سامر الثاني يا سيدي. وماله يا سيدي؟ نعمل ازاي؟ لا تعمل ازاي؟ اديك وصفه؟ لا مش تربي دقنك. لا طبعا تربي دقنك دي سنه، وده طبعا دي مهمه جدا. لا انا بقول لك عايز اعمل لا تعمل الوصفه. اقول لك الوصفه. اولا خليك قلبك ميت. عارف الشيخ سامر القوي مش انا لا يعني ايه يعني ما بتهزش في الحق ما بتهزش ابدا. مظبوط خالص ما بيشغلنيش. واحد يقول عليك ليه؟ ما هو العويل عايز يفشلك لانه مش عارف يعمل زيك. فانت كن نفسك. كن شخصيتك، ما تخليش حد يعني كن نفسك، ما تقلدش حد. تاني حاجه واهم حاجه خليك دايما حقاني وواثق في نفسك وما تخدعش حد. وقول كلمه الحق على الله يقذف بالحق. تالي انت اتعاملت معايا، ممكن الناس بتلاقي الشيخ سامر ساعات في التليفون او التعامل التليفون غير قوي. التليفون اعصاب بتتعب، مش قادر يا عم، مش قادر صدقني، مش قادر والله ما انا قادر. الله يكون في عونك والله ما انا قادر. خلق ايديا يا جماعه خلاص، ما انتش قادر. اي حد يوصل للمستوى انت لما يا حبيبي حبيب قلبي الحاج صلاح بقاله سنه شغال معايا بتاع اسكندريه، بيقول لي خلاص يا شيخ سامر انا ما انتش قادر. قلت له يا حاج صلاح ده انت فرع. لا طب بيقول لي ما انتش قادر. الحاج صلاح انا بلاحظها في الحاج صلاح. يعني اول ما اشتغل كان هادي وحلو وجميل وبينظف وبتاع صح. دلوقتي اخلص يا ابني. والله بجد. هو ده حقيقي. فهي الوصفه هنا امشي بما يرضي الله، امشي عادل يحتار عدوك فيك. ان شاء الله امشي. شوف انت ليه اعداء هو جدع ابو دقن ده مش عايز يبطل، هو حر، انا ما يشغلنيش. ربنا يهديه. اللهم لك بنزيد. طب هو ربنا سبحانه وتعالى بيزودك ايه يعني؟ هو ربنا ده ربنا اسمه العدل.
نعم بالله. بيخليك تنتشر اكتر. ليه؟ نعم بالله. كل ما بتتحارب كل ما بتزيد اكتر. ما شاء الله. الحكمه هنا ايه؟ انت ماشي بما يرضي الله، ما شاء الله. مفيش فيها كلام. وبتتعب يا جماعه، انا بتعب. انا امبارح مصر، النهارده كفر الشيخ، اول امبارح جنزور، الصبح الشرقيه، والصبح طالع على المستشفى عشان اشوف زوره دي بقى له اسبوع. المفروض الدكتور قال لي تقعد اسبوع ما تتكلمش، ما مش عارف اسكت. ماشي. فالموضوع لكل مجتهد نصيب. اتعب. محمود بيقول لك انا ببات فوق على الصنداره هينجح. بعد اذن حضرتك اتفضل. عايز اقول حاجه بسيطه بس. اي حد بيحصل عنده مشاكل دي منه هو. منه هو. منه طبعا هو، مش ولا بتقول لي بقى ولا علف ولا ارانب. لا لو العلف حلو ماشي، ده الاول يعني ما جازك. والله لو ارنب يعني لا اساسي العلف حلو. لو ارنب بلدي، لو ارنب بلدي هيبقى حلو. وجايبه وبتاكله يعني ارض علف، بلاش مش ولا نمره واحد ولا رخيص خالص، هيبقى ما شاء الله وهينتج منك انت. بس انت تهتم بيه. منك انت. اهتم. الاهتمام بيك منك ده انت قاعد بيقول حكم اهو من 3 شهور. ما لسه الواد ده انا قلقان منه. او انا كنت اكتر واحد بخاف منه، اخطر واحد بخاف منه هو الحاج صلاح. خطير. والله بقول له انا قلقان منك، ده انت هتقلشنا واقعد في بيتنا. ده قعدنا في البيت يا حاج صلاح. والله بدات اخاف من الواد ده. والله يا عم ده انا مبسوط بحاجه زي كده. احنا مؤسسه واحده. فخر لينا اللي انت استاذنا. الله لا يا حبيبي، الله يكرمك، ده فخر لي انا. بص يا حبيبي، احنا بنكمل بعض. بنكمل بعض، دايره واحده، اخوات. والشيخ سامر اقل واحد فيكم برضه. انتوا بس كده. انا عايزكم تبقوا مؤسسات كبيره وتشتغلوا في كل حاجه، وانا ساعدكم وببقى فرحان وسعيد. فيديو ده جميل قوي يا جماعه، فيديو مع ناس محترمه. سعيد بالنجاح اللي هو فيه محمود. مش عايز اقفل الفيديو من سعادتي، والله انا سعيد جدا، بس انا خلاص ما عنديش قادر اقف. عايز اي حد يلحقني بكرسي دلوقتي. لا خلاص احنا اتنين. خلاص. الله يكرمكم، ربنا يجازيك كل خير. متشكر يا محمود على ان انا اديتك حاجه كويسه الحمد لله، وافتخر. وانت كبرت منها وانتجت منها وعملت منها خير. ولازم يروح ارانب يا حبيبي، ده عادي، لكن الاساس حلو، السلكه حلوه، الارنب حلو، الذكر حلو، العلف حلو. اللهم لك الحمد. دي الاستمراريه. النجاح مش ان انا انجح واعمل فرقعه وبعد كده خلاص. لا. انجح. الصعب قوي ان انا اثبت على النجاح. نستمر. استمرار. عايز تعب. اتشرفت بك يا عم سامح. جالنا مرتين المزرعه. جزاكم الله كل خير. متشكر جدا جدا على الفيديو الجميل. بحبكم جدا في الله والله يا جماعه. على قد ما انا قادر بحاول اجتهد. سر نجاح الشيخ سامر، خلي الناس بتقول كده، انا مش عايز ازكي نفسي. خليك امين يا ابني، اتق الله في الناس اللي بتدي لك الفلوس. وطبعا اهم حاجه الاجتهاد، لكل مجتهد نصيب. الشيخ سامر في الشارع لغايه دلوقتي، مش قاعد في بيتنا وبعدت اقول له عمرو يلا روح وخلاص. والله ده انا برتاش معاه. فيعني الاجتهاد والتعب والشقه. لازم تكون بتحب شغلك. انا بحب شغلي، عشقي الاول والاخير شغلي. جزاكم الله كل خير. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.